بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. آم، ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن سيدنا يونس لما كان موجود في بطن الحوت، وكان بيدعي ان ربنا يخلصه من اللي هو فيه. فربنا بيقول له او بيقول لنا يعني انه استجاب له. ربنا استجاب له وبعد كده على طول ونجيناه من الغم. وطبعا كان في حالة من الغم الشديد نتيجة وجوده جوه بطن الحوت، ومش عارف هيطلع امتى ولا هيحصل له ايه، وشيء مخيف جدا. فأول حاجة ربنا قالها أو عملها له إنه نجاه من الغم. ربنا ما قالش إن إحنا نجيناه من الحوت، أو ما قالش أي حاجة تانية غير وأهم حاجة ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني ربنا بيؤكد، ده تأكيد إنه أنا بنجي المؤمنين. آدي مثل من الأمثلة إنه أولا سيدنا يونس اعترف بذنبه وطلب يعني من ربنا إنه يسامحه، ودعا أنا أخطأت التقدير وأنا كذا وأنا كذا، وبعد كده دعا من ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين بعد كده ربنا استجاب له ونجاه من الغم. وبعد كده حتى بعد ما طلع من بطن الحوت ربنا اهتم بيه علشان يبقى كويس بعد ما كان في المكان اللي هو فيه، ما سابوش يعني، مش مجرد ان هو نجاه وخلاص. وبيأكد بقى ربنا اهو، انا بنجي المؤمنين يا جماعة. يعني الايمان بيا بينجي، الايمان بيا بتستفيدوا انتوا منه مش انا. وربنا ان شاء الله ينجينا جميعا.